بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمين العجائب. النهاردة وكالعادة جبنا لكم معجزة جميلة جدا جدا، بس معجزة النهاردة للعذراء مريم ام النور. بس قبل ما نعرف تفاصيل معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل اشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمين العجائب. يلا بينا نبدأ ونعرف معجزة النهاردة بتحكي وتقول ايه. يرضيكي يا عذراء عايد بالشكل ده اسم المعجزة بتاعت النهاردة. معجزة النهاردة بتحكيها السيدة سيسيل فوزي. بتقول في شهر فبراير 2001 رجلي اتكسرت، وكانت النتيجة ان العظم اتحرك من مكانه. بتقول رحت المستشفى ورجعولي العظم مكانه، ورجلي اتحطت في الجبس لمدة شهر ونص. بعد ما عدت المدة بتاعت الشهر ونص، الدكتور طلب ان رجليها تتجبس مرة تانية لمدة 3 اسابيع. وقبل ميعاد فك الجبس بتقول عملت اشاعة على رجلي، واتضح ان الكسر لسه ملتأمش، وده معناه ان رجلي هتفضل في الجبس فترة تانية. فبتقول اتضايقت جدا وحزنت جدا جدا، خصوصا ان عيد القيامة قرب، ولقيت نفسي بستنجد بأم النور وبناديها بقلب مسحوق وبدموع كتيرة جدا، وقلت لها يا ستي يا عذراء أرجوكي، احنا في ليلة عيد الشعانين والعيد داخل علينا، يرضيكي أعيد وأنا بالشكل ده يا عذراء؟ اتصرفي، وانتي عارفة اني تعبانة جدا، وانا عارفة قوة شفاعتك، واتمنيت من قلبي ان افك الجبس والجبس ده يتبدل برباط ضاغط. وكانت امنيتي اللي قلتها جوه قلبي وانا رايحة للدكتور. بتكمل وبتقول وانا في الطريق حسيت ان في حاجة بتدفعني ان اغير الدكتور ده، ولقيت نفسي رايحة لدكتور تاني اسمه دكتور عاطف سليمان. وهناك في عيادته لقيت صورة كبيرة جدا لأم النور والملاك ميخائيل. بتقول هنا حسيت بسعادة كبيرة جدا وأمل، وحسيت ان السماء استجابت لطلبتي فعلا وطلبي البسيط، وان ربنا والعذراء ام النور مش هتخذلني وهتفرحني اكيد. وبتكمل وبتقول ان المعجزة الحقيقية كانت بعد عمل الرباط الضاغط. الدكتور طلب منها 10 جلسات علاج طبيعي، بس بتقول انا برضو ما قدرتش امشي بصورة طبيعية، وطلب الدكتور منها ان هي تعمل اشعة بالصبغة. وكانت النتيجة بتاعت الاشعة ان في عظمة صغيرة في الرجل اتكسرت تماما، اتكسرت كسر تام يعني، ويعني علاجها هيكون صعب خالص. والدكتور قال لها ان العلاج هياخد وقت طويل، يعني طويل شوية، يعني هيستمر معاها شوية. بتقول رجعت لي مشاعر الحزن تاني والألم، واستسلمت للأمر الواقع وسلمت أمري لربنا. وبتقول رحت ليلة عيد العذراء في 21 أغسطس للكنيسة بتاعة العذراء في بيار، وكان كل حد يشوفها يشوف شكل رجلها وشكلها، يعني يشفق عليها بسبب ان هي مش قادرة تمشي على رجلها خالص، والألم شديد جدا جدا عليها. وبتقول اللي كنت بحس بيه ورجلي اللي كانت مورمة في الليلة دي، بتقول يعني ان في الليلة دي شافت نور ام النور على القبة الشرقية، فبكت بحرارة وطلبت من العذراء ان هي تتحنن عليها وتتشفع عني وعشان تنال الشفاء. وبتقول قعدت ابكي كتير جدا واطلب واصلي من العذراء ان هي تشفيني وتشيل عني، لان الالم كان صعب ان هو يحتمل يعني. بتكمل وتقول عظيمة هي أعمالك يا رب وعجيبة جدا. بتقول من الليلة دي وهي مواظبة إن هي تدهن رجليها بالزيت يوميا، بتتشفع بالعذراء. وفعلا بعد أيام قليلة جدا اتفاجئ كل اللي حواليها، وهي كمان اتفاجئت إن هي بتقدر تمشي على رجليها بطريقة طبيعية جدا، لدرجة إن كل اللي حواليها نسيوا إن هي ما كانتش قادرة تمشي على رجليها طبيعي، وحسوا ان هي ما كانش كأن مفيش حاجة حصلت في رجليها، يعني لان هي كان صعب ان هي بتقدر تمشي او ما كانتش تقريبا بتعرف تمشي لوحدها. وبعد فترة من مواظبة اللي هي تدهن من الزيت بتاع العذراء ده، وهي بقت قادرة تمشي وبقت مشيتها طبيعية تماما.
وبتشكر ربنا على تحننه، وبتشكر ام النور على الامومة بتاعتها وعلى عطفها وحنانها، ان هي ما سابتهاش وكانت معاها وشافتها حتى من اللي هو الصعب، التعب بتاعها الصعب، ان هي ما كانتش قادرة تمشي على رجليها. بركة وشفاعة العذراء ام النور تكون معانا امين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. ياريت تقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة ياريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد. اذكرونا دايما في صلواتكم. سلام.